ده تسيبه كده. والله سيبه تشرب. والله سيبه كده، هو ربنا هيجيب لنا حقنا منه عادي. طب خلينا ننتقل لنقطة فكرة السيلز اوبريشن، ودي ممكن من الأخطاء اللي في ناس كتير بتقع فيها، إن هو بيبقى معتبر إن السيلز دي تاسك حد واحد بيعملها، وبيغفل عن إن دي اوبريشن وبروسس فعلا وخطوات. ال... يعني البروسس بتاعت السيلز او السيلزاجي المفروض ايه الاوبريشن بتاعته؟ لو انا شخص بياع في شركه، انا عندي ماي اون اوبريشن عشان ابيع للشركه دي، حتى لو احنا مش شركه كبيره او حتى لو مش تيم كبير. امم الاوبريشن بتاعت البياع بتبقى عامله ازاي؟ او البروسس اللي هو لا، بيمر بيها. هي مش اوبريشن بتاعت البيع، خلينا نقول يوم البيع بيبقى شكله عامل ازاي. بس مم. عايز ارجع لنقطه، انت قلت ان هو يعني بيختزلوا تيم المبيعات في شخص في دور واحد ان هو يبقى بياع. لا، هم ده بيختزلوا الديبارتمنت كلها في ان هو بياع واحد. مم. يعني تلاقي فاوندر قد الدنيا ما شاء الله، وراح صرف كل حاجه وجاب تيم ماركتنج وجاب تيم اتش ار وجاب، يعني عارف انت، والتكنيكال بقى حدث ولا حرج. طبعا حتته في اكتر حاجه بيبني فيها، اكتر حاجه ضامنها، واكتر حاجه مستريح فيها، في اكتر حاجه بيرمي فيها فلوس، وبياع واحد. ده اللي هو مبدأ التوفير بتاع يعني البياع الطاسه مش يعني. اكسسوار بصراحه، انا اسف. انت مش هتعصب يعني. مش الطاسه، مش الهاندر. بس لا يعني، انت انت لا دلوقتي. بس في بيزنسز بتبقى شايفه ده، يعني هو شايف ان هو هيبني البرودكت اه وهو بنفسه والنتورك بتاعته هيروح يبيع لهم، اه وهيكلم صحابه يعملوا له شويه حاجات يساعدوه فيها، اه والبيع ده اخر حاجه. اه يعني هو ما بيفكرش حتى هو نفسه لو مش هيبيع او اه مش ويقول لك هيبيع، مش البياع اصلا هيعين هيعمل ايه؟ بياع. انا احسن واحد، انا اكتر، انا بالظبط، احسن واحد بقفل انا ومفيش مش حد. هعين بياع وانا هعملها بنفسي. طب اه وهو نفسه ما بيمشيش بالبروسيس الصح بتاعت البياع. لا، ده عارف ده تعمل ايه؟ ده تسيبه كده. والله. سيبه تشرب. والله سيبه كده، هو ربنا هيجيب لنا حقنا منه عادي. سيبه، هو هيروح في اوكي. داهيه لوحده. وعارف هيروح فين او مش عارف، بس هيتفاجئ يعني. بس اوكي. لا، هو انت المشكله ان غالبيه الناس على فكره مختزله فكره المبيعات عامه، في انه انا وانت قاعدين بنبيع. امم. تمام، ان البيع ده، احنا هنيجي دلوقتي نتفاوض الكوبايه دي بكام، الكوبايه دي ب 10 جنيه، وهنفاصل، وانا شطارتي ان انا اقنعك ان انت تاخدها ب9 مش ب8. امم. وده للاسف لانه البروفيشن كله، التخصص كله بتاع المبيعات ضعيف جدا. مش هقول لك في بلدنا، يعني انا كنت فاكر كده زمان انه مهنة المبيعات ضعيفة في بلدنا، بس اكتشفت ان لا، هي ضعيفة في العالم كله. اوكي. تمام. في حاجة قلتها كتير، وحتى ممكن اتقالت او هتتقال، حاجات تانية بعملها، انه عمرك ما هتلاقي واحد وهو صغير يقول لك انا نفسي ابقى بياع لما أكبر. امم. يعني ما فيش واحد خلقه ربنا تقريبا اعرفه، فاهم، وهو صغير سألوه نفسك تطلع ايه لما تكبر، قال لك اطلع بياع. امم. ما حصلتش. ميك سنس، صح. تمام. البروفيشن كله مختزل في التفاوض. حتى انت لما تيجي تبص على معظم الناس المحترمه اللي بتتكلم عن السيلز بشكل عام، هتلاقي دايما ان هم بيتكلموا في التيبس اند تريكس والنصائح في النيجوشيشن. ولما تيجي تتكلم مع حد لما تيجي تتكلم مع العميل عايز تبيع له حاجه، تدي له اختيارين، عشان لما تدي لحد اختيارات احسن. الكلام جميل صح 100%. تمام. بعيدا عن ان في نظريه العكس تماما، يعني ممكن حد يقول لك لا، انت لازم تاخد تليد الكونفرزيشن، ولازم تعرف العميل مصلحته، وانت اللي تقول له يروح فين عشان انت الكونسلتنت، وانت اللي مش عارف ايه. قصص كتير قوي في الحته دي. بس احنا هنا بنتكلم في اخر 10% في البيع. مهم. انت هنا بتتكلم ان انت قاعد مع العميل وبتتفق معاه على اوبشن، تديله اوبشن ولا تديله اتنين، which is ده في بعض الشركات بيحصل 3 4 مرات في السنه، ان هم وصلوا للمرحله دي مع العميل، ان هم قاعدين في اخر قاعده انه احنا هنقفل دلوقتي. مهم. تمام. العميل ده جه الاجتماع ده ازاي؟ اتعرض عليه البروبوزل ازاي؟ وصلنا له اصلا ازاي؟ احنا حددنا مين العملاء المستهدفين ازاي؟ كل ده حاجات محدش بيذكرها. ده المطبخ، ده الاكتشوال ده بقى اوبريشنز. المطبخ. انا دلوقتي جاي، انا مدير مبيعات. انت انا اللي بيتشاف، عارف انت، اخر 5 دقايق
الميكنج بقى بتاع البيعه دي كلها، وعملنا ايه وجبنا رقمه منين وكلمناه قلنا له ايه، وطلع مش هو وخلانا نكلم واحد تاني، والتاني عرفنا بالتالت والرابع، وقعدنا مع 5 اقنعناهم فوصلونا للسي او، فعملنا له برزنتيشن، فقال لك ابعت لي بروبوزل ما عجبوش فوصلنا بقى لاخر 5 دقائق ان انا هديله 2 بيمنت بلانز علشان يختار واحده منهم واقفله. مم. ف الفكره بقى ان انت المنظومه دي الكامله اللي بتعمل الكلام ده عمرها ما تبقى شخص واحد، صح. وعمرها ما هتبقى بليفل اوف اكسبيرينس واحد. انت محتاج عندك ناس فريش جرادز او حتى انترنشيبس ما بيعملوش اي حاجه غير انهم يعملوا ريسيرش. محتاج ناس تتكلم كويس، ومحتاج ناس فاهمه بيزنس كويس وتقدر. الاندستري نفسها اللي بيبيعوا فيها تقصد، ولا بيزنس بوجه عام؟ التلات، اوكي. يعني فاهمه البيزنس بتاعك، وفاهمه الاندستري اللي انت فيها، فاهمه بيع. وفاهمه بيزنس بشكل عام، مم. مم. وفاهمه بيع. يعني ده كده ده كده 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 سواء صح. سواء سيلز مانجر، فمش فاهم بيعت وصلها عملتها ازاي طيب. اوكي. يعني فانت الفكره بقى ان انت ازاي تبيلد سيلز اوبريشن. فهنا عشان كده اجي اقول لك انه المطبخ اهم من الطبخ. صح. لان صدقني لما انت هتشقى علشان يبقى عندك الاوبريشن دي وعندك الفريق ده، مم. فلا يعني ما تجيش تخسر لي الفريق ده على بيع. ميك سنس، منطقي جدا. يعني عارف انت كده بنيت فريق احلام، فاهم؟ ما تضيعوش في بطوله. مم. يعني لو خسرت ماتش مش هتمشي اللعيب، مم. خلاص. يعني لو خسرت بطوله برضه مش هتمشي اللعيب. انت ممكن تعمل تعديلات بس مم. ما تتولعليش في المطبخ. والانيل بقى من كده ان هو ممكن على فكره يبقى الفرقه دي بتكسب وتحرقها. مم. يعني تعالى نفترض كده ان انت عندك فرقه في الدوري اول 10 ماتشات كسبت 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0، مم. تمام، عشان يكسبوا ماتشات سكورات. عايزين بقى اربعات بقى وسبعات كسبوا ماتشين سكورات، جم في وما الماتش ريحتش التالت الاساسيين وما ماتوا. خرجتش اللعيبه الاساسيه، فايه اللي حصل؟ اللعيبه كله اتحرقت. اتحرق صح. مم. فخسرت بقى كل حاجه، خسرت ان التيم ده ما بقاش قادر يكمل معاك. مم. في تحدي تاني برضو شفته مؤخرا عند بعض الناس، انا كنت وقعت فيه زمان برضو، ان فكره ان لو انا الفاليو بتاعت البيع او بتاعت البياع مش بس البيع نفسه، في امم فاليو انا في وجهه نظري شايف انها اهم بكتير، خصوصا في البيزنسز الجديده اللي هي عمرها لا يزيد عن 10 سنين. يعني اي حاجه اقل من 10 سنين ده يعتبر بالنسبه لي جديد. فكره ان انت بتبيع ازاي، هو مش كتير من الناس اصلا عارف هو بيبيع ازاي، خصوصا اللي خرج بره دايره المعارف بتاعته او الورد اوف ماوث، ان هو بدا يتكلم مع ناس ما يعرفوش عنه حاجه قبل كده. او حتى لو قدر ان هو يتكلم مع الناس دي، طب انت بقى هتعمل لهم بقى اللي هو الديمو، الصراع الازلي، ان هنعمل ديمو، زي هنخش بقى نرزع للراجل 60,000 سلايد ونقول له احنا صورنا مع بيل جيتس والقصص اللي شفناها مؤخرا دي. فالناس الكاستمر ما يفرقش معاه انت صورت مع مين، ولا يفرق معاه اصلا انت بنيت السيستم العظيم ده في وقت قد ايه، ولا يفرق معاه القيمه اللي انت هتديها له والمشاكل اللي هتحلها له. امم فالديبيت بقى بتاع ان البيع لازم يبيع او البياع لازم يبيع، مقارنه بان البياع كمان ممكن ياد فاليو اوف انسايتس داتا، ان هو يدي كونسلتيشن يقول له لا دي نعملها بالطريقه الفلانيه، خصوصا مع البيزنس اونرز او الناس صاحبه القرار في بعض الشركات، ايا كان بقى فاوندر او مش فاوندر، بس ممكن يبقى حد هو اللي حاطط ايده على الديبارتمنت بس ما بيعرفش فعلا يعملها. بص اقول لك على حاجه. انت الشركات الكبيره المستقره، يعني بعيدا عن العمر، هتلاقي دايما الراجل بتاع السيلز ده راجل متقدر جدا، اوكي. وكلمته بتمشي على ديبارتمنتس كتير قوي. مهم. اولهم يعني بدون دخول، من غير ما نخبط في ديبارتمنتس البياعين ما بيحبوهاش، بس يعني هتلاقي ان الراجل بتاع السيلز مؤثر جدا بالذات. خلي بالك انا برضو كلامي علشان يعني يبقى واضح، انا كلامي كله على البي تو بي سيلز. مم. يعني البي تو سي دي ليها ناسها وانا مش منهم مم. يعني. فهتلاقي انه الموضوع ده مهم جدا، انه موضوع الانسايتس. انت دلوقتي كبي تو سي انت بتسأل السوق، مم. صح؟ البي تو بي السوق اصلا محدود. فانت لو يعني ما عندكش فرصة ان انت تنزل تعمل يعني ريسيرش، لانه مكلف جدا. مهم. سبيشالي في البي تو بي ريسيرش بيبقى غالي جدا عشان تروح تتكلم دي مع حقيقة. ناس، فبيكون اغلى. راجل جاي من ريسيرش باك جراوند وعارف يعني. مهم.
فك انت نظرتك للبياع ده ان هو على حسب بقى ما انت هتهيئه. ما هو أصل انت ممكن عارف تقعد تكلم واحد بيع 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 بيع، تمام، فهل انت هتسمع منه اصلا من الاول ولا لا؟ اوكي. لان انت ما هو ماشي، انت عمال تقول له بيع، فهو لما يجي له انسايتس مش هيجي يقولها لك، ان هو هتفتكره بيتلكك. صح. فهي it depends على الكوميونيكيشن ما بينك وما بين فريق المبيعات بتاعك. والله لو انت فاتح اوبن يعني لاين ما بينك وما بينهم ان هو يا جماعه اللي عايز يتكلم في حاجه يا ريت تقولوا لنا، تمام، وتسمع فعلا الكلام ده وتفاليديت، لان هم اكيد فيهم حارتجيه يعني، اكيد فيهم ناس هتيجي تكذب، واكيد فيهم ناس هتكرهك في عيشتك علشان هم ما جابوش التارجت فعايزينك تشيلها انت، البرودكت هو اللي يشيلها. مهم. بس لازم تاخد الكلام واحده واحده كده وتسمع كل واحد قال ايه، لان الموضوع في الاخر يعني ممكن يطلع فعلا انسايتس لا، تفيد هو مش ممكن، البيزنس. هو اكيد هيطلع انسايتس. اوكي. يعني هو اكيد هيطلع انسايتس ان مهم. هو انت خلي بالك ده الفرونت لاينر بتاعك. مهم. انت بتلاقي شركه طويله عريضه، برودكت مانجرز وديفلوبرز ومش عارف different departments واكاونتنج وفاينانس واتش ار وماركتنج، والناس دي كلها قاعده في المكتب. مين اللي عندك في ارض المعركه؟ مهم. يعني حتى كان في زمان قوي اخدت كورس كده كان بيقول لك الفرق ما بين الماركتنج تحديدا والسيلز. فكان جايب لك صوره ان ناس الماركتيرز دول قاعدين في وور روم عاملين بيحطوا استراتيجي، بيبصوا على خرايط وبيبصوا على الموضوع قوي من فوق، وده عمال يشاور وده عمال يعمل في التكييف، لابسين بدل في عصاير قدامهم، وجايب لك الناحيه التانية البياع ماسك سلاحه في ارض المعركه تحت، مهم. وعمال يجي له بقى واحد يقول له امشي يمين امشي شمال مهم. اعمل كذا اعمل كذا. مهم. فيعرف عامله زي يعرف الكوره. مهم. طبعا كنا نتفرج على بطوله افريقيا اللي فاتت دي، أنا بحب اتفرج على ماتشات على القهوه، فعارف انت قاعد في 90 لعيب كوره حواليك، فاهم، اللي يقول لك ارفع شوت ضيقه اعملها ببطن رجلك اعملها بكعب رجلك انت مش عارف ايه بتاع. فكل واحد في سيناريو كده، وهو قاعد ماسك كوبايه الشاي في ايده واللي ماسك عصير وواحد مولع سيجاره وشيشه وقاعدين، فقاعد بقى عمال يفكر بقى، شايف الموضوع اصلا يعني هوليستيك فيو جدا من فوق، انه بس هو جوه الملعب مش شايف الكلام. ثانيه. انت والقرار شفت كده. الكرة 6 مرات في الإعادة وعمال تحلل وبتاع، وانت لا بص، لا شوف بص لما تشوفها من الزاوية دي هتعرف ان هو كان ممكن يعملها ببطن رجله. مم. مم. ولكن انت بقى حضرتك بتتكلم على واحد في دقيقة مع عميل على التليفون المفروض انه يقنعه يجي ميتنج مثلا، اوكي. الراجل قال ايه، انت مش حاطط في دماغك ممكن يكون ما سمعوش، مم. حد عدى خط من قطع جنبه، بقى ايا كان، رد عليه وهو اتخبط، نايم اي حاجه. اتخبط، فاهم، مم. دلت عليه ميه وهو بيتكلم، انت مم. مفيش اي حاجه انت مجمعها خالص مم. غير ان انت سامع وقاعد ولع سيجارتك ورايق وعمال تقول والله الراجل ده يعمل وما يعملش. مم. هي اكتر شغلانه ستريسفول، بس هي اكتر شغلانه فيها فلوس. ريوردنج، وتبقى عارف ايه البروفيتبل من ايه اللي مش بروفيتبل. يعني على سبيل المثال ما تبقاش مثلا في وقت الكورونا راح تستهدف شركات السياحه. اوبريشن في ادوات لازم البيزنسز او البيزنس اونرز يوفروها للبائعين، وفي تكنيكس مختلفة للبيع. ولو انت بتعرف تبيع لاصحابك مش شرط ان انت تعرف تبيع اللي مش صحابك. يعني المشكلة تتلخص في ان هو بيحط تارجت غير منطقي، لان هو ما عندوش سيلز فوركاست صح، ما عندوش سيلز اوبريشن منطقية، ومش عارف تفاصيل الموضوع بيحصل فيه حجم الهاسل اللي بيحصل.